هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون والمستمعات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم أنا صلاح محمد زين وأسرة إذاعة المنتدى، ونصحبكم في ساعة هذا المساء الأربعاء 5 نوفمبر، والتي سنستهلها بنشرة للأخبار تقرأها على مسامعكم الزميلة آمال علي، ثم أوافيكم بتقرير إخباري تحت عنوان طبيعة معركة الشعب الإريتري القادمة. يلي ذلك قراءة للزميل يوسف بوليسي عن الحوار وأهميته في هذه المرحلة. تتخلل الساعة مجموعة من الأغاني ووقفة مع الشعر. صوت المنتدى. في عناوين الأخبار لهذا المساء: سفير إريتريا لدى الأمم المتحدة جيرما أسمروم يتهم الولايات المتحدة بانتهاج سياسة مبنية على الغيرة من أسمرا.
والحكومة غير الشرعية في إريتريا تزج بمئات الشباب في معسكر كاليما. تعطل إجراءات المواطنين في الإقليم الأوسط، وسفارة حكومة إريتريا تعقد اجتماعا في الخرطوم. وأخيرا رحيل المناضل الديني إسماعيل علي. الأخبار بالتفصيل. في أول رد فعل حكومي على قرار تجديد العقوبات المفروضة على الحكومة الإريترية من الأمم المتحدة منذ ديسمبر من عام 2009 ولعام آخر في مطلع الأسبوع الماضي، قال سفير النظام الدائم في الأمم المتحدة جيرما أسمروم إن أمريكا وما أسماها بالدول التابعة لها تحاول استهداف سيادتنا الوطنية، لأنها لم تقبل على الإطلاق نجاح سياسة الاعتماد على الذات التي نتبعها. وحسب وصفه لسياسة التجويع والتجهيل والتدمير المنتهجة في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، والتي أفضت في المطاف الأخير إلى تردي الأوضاع في جميع مناحي الحياة. وأدلى جيرما أسمروم بهذه التصريحات في مقابلة أجرتها معه إذاعة صوت أمريكا قسم الأمهرية بيوم الأربعاء الموافق 29 من شهر أكتوبر الماضي. وأضاف سفير النظام بالأمم المتحدة إن سياسة العداء التي تنتهجها أمريكا ضد حكومتي منبعها الغيرة العمياء من نجاح برامجنا التنموية التي تعتمد على مواردنا وجهودنا الذاتية، واستمرار لهذا العداء الذي يستهدف إعاقة برامجنا التنموية عملت على تمرير قرار تجديد العقوبات المفروضة علينا. واستطرد ولكننا نحن المنتصرون وليس أمريكا. ومن المعروف أنه قد درج بأن رأس النظام والمتحدثين باسمه يحملون دائما أمريكا والدول الغربية وزر فشل سياساتهم الاقتصادية والتنموية التي يتبعونها. ومن سخرية الأقدار أن يتحدث مبعوث النظام جيرما أسمروم عن التنمية والسياسات الاقتصادية الناجحة التي تدفع الولايات المتحدة إلى الغيرة منها في الوقت الذي يعرف فيه القاسي والداني بحقيقة الأوضاع داخل البلاد. قامت قوات خاصة في منتصف الشهر الماضي بحملة للتجنيد القسري لأكثر من 500 شاب في منطقة أعالي إقليم القاشبركة وأجزاء من إقليم عنسبة. وعلمت مصادرنا في المنتدى أن هؤلاء الشباب الذين تم انتزاعهم من مزارعهم ودون علم أسرهم قد تم الزج بهم في معسكر للتدريب العسكري بجنوب البحر الأحمر يعرف باسم معسكر المناخ، وهو معسكر أقيم تحت ذريعة التأقلم المناخي، ولكنه بالأساس يهدف إلى الحد من ظاهرة هروب المجندين. ويقع هذا المعسكر في منطقة جرداء وساخنة. وأضافت مصادر المنتدى أن إدارة معسكر كاليما أصدرت أوامر مشددة تمنع الاختلاط بين المتواجدين القدامى والقادمين الجدد. وتشير المعلومات الأولية إلى حدوث محاولات هرب عدة من المعسكر السيء الصيت، والجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعرف بظروفه المناخية القاسية والحارقة وضربات الشمس، والتي قد تسببت في وفاة العديد من المتدربين في تجربته الأولى منذ عدة سنوات. من المعلوم أن العديد من المعاملات اليومية للمواطنين بوزارات الحكومة الإريترية تتم من خلال موظفات الخدمة الوطنية، وقد أصدرت الحكومة في الآونة الأخيرة نداء تستدعي فيه الموظفات العاملات بالخدمة الوطنية بالإقليم الأوسط دعتهم إلى ترك مهامهم الوظيفية بالوزارات والتوجه إلى معسكرات التدريب، مما أدى بعدد كبير من هؤلاء الموظفات إلى الاختباء بين أقاربهن والأصدقاء رفضا لهذه الأوامر. وقد خلق هذا فراغا في ظل غياب البدائل، مما أثر على معاملات المواطن، حيث أصبح يعاني من تعطيل كبير في إجراءات المعاملات بالوزارات. عقدت سفارة حكومة أسمرة بالخرطوم اجتماعا في 31 من أكتوبر الماضي في تمام الساعة 6 مساء بمقر السفارة. حضر الاجتماع عدد محدود من أفراد الجالية الإريترية بالخرطوم، وهدف الاجتماع إلى إنكار حقائق الأوضاع السائدة في إريتريا. وحاول ممثلي الحكومة شرح عملية التجنيد بادعاء أن الحكومة لا تقوم بحملات تجنيد إجبارية، ولم يتم استدعاء الجهات التي تم تسريحها من قوات الدفاع، ولم تتم حملات تجنيد على الإطلاق. وذكرت بأن كل ما تسمعونه هو مجرد شائعات تطلقها الجهات المعادية للحكومة الإريترية. وفي رد فعل للمشاركين أعربوا من خلال تعليقاتهم عن استغرابهم من نهج السفارة في إنكارها المفضوح لقرارات تتجلى تداعياتها بوضوح عند الجالية الإريترية في السودان. وأضافوا أنه كان من السهل على السفارة الانخراط في محاولات لإيجاد تبرير بدل الإنكار المفضوح الذي وضعها في خانة حرجة أمام الحضور.
توفي في صنعاء في يوم الأحد الماضي وبعد معاناة من المرض لفترة طويلة المناضل ديني إسماعيل علي، وهو مناضل من جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. ولد الفقيد في مدينة عصب في عام 48، وبعد إكمال دراسته عين مسؤولا في الخلايا السرية في بلدية عصب، ثم محافظا لمدينة بيلول، وكان عضوا لجبهة التحرير الإريترية منذ ستينات القرن الماضي ومسؤولا عن تسيير بعض تلك الخلايا، ثم التحق بالميدان في عام 75 وتولى مهام نضالية مختلفة خاصة في مكتب العلاقات الخارجية لجبهة التحرير الإريترية، حيث عمل في مكتبي التنظيم في كل من سوريا واليمن، ثم ممثلا للتنظيم في الجمهورية اليمنية. وكان المناضل ديني عضوا في المجلس الثوري في دورات مختلفة منذ عام 98. عرف المناضل ديني بإيمانه بوحدة إريتريا أرضا وشعبا وصلابته في الدفاع عن تلك المبادئ في وقت كانت فيه الساحة السياسية تشهد تراجعا عن تلك المبادئ السامية. يعرف كل من تعامل مع الفقيد الراحل دمثة أخلاقه ونبل سلوكه. المناضل الشهيد ديني إسماعيل متزوج وأب ل5 أبناء. أسرة المنتدى تنقل تعازيها للشعب الإريتري وأهل الفقيد وله الرحمة والمغفرة. نهاية النشرة. صوت المنتدى. وفيما يلي أقدم إليكم تحليلا إخباريا تحت عنوان طبيعة معركة الشعب الإريتري القادمة، بقراءة التفكير الذي يسيطر على الدكتاتوريات خاصة في مراحل تآكل مناوراتها وتزايد احتمالات قرب موعد انفجار الغضب الشعبي المكبوت، توثق سلطة الاستبداد علاقتها مع قوى أجنبية، لأنها تعلم بأن الحقيقة قد تكشفت أمام أبناء الوطن، وتعرت لعبة الزيف المتراكم الذي تم تسويقه للمواطن لعقود عجاف باسم الوطنية وأمانة الشهداء. وهناك أمثلة عديدة في المشهد السياسي الحاضر والغابر يدلل بوضوح على هذه الحقيقة. فمن الأمور التي أضحت جلية ومعروفة لكل مواطن أن الحكومة الإريترية أسست تحت مسمى المعارضة الإثيوبية قوات عسكرية خصتها بالرعاية الكاملة وبمهام وصلاحيات أمنية وعسكرية داخل إريتريا، وقد خصصت ميزانية مفتوحة لها، وأن القول بأن ما يسمى المعارضة الإثيوبية التي أنشأها النظام الحاكم بإريتريا ودعمها سياسيا وعسكريا هي بهدف إسقاط النظام القائم في إثيوبيا هو قول عار عن الصحة تماما.
هذا ما أوضحته مصادرنا من داخل الوطن من خلال تتبعها اللصيق لأنشطة ومهام هذه القوات، وأبانت في تقاريرها حيال هذه المسألة أن قرنال استشعار للطاقية أحسا بوضوح اقتراب موعد التعارض النهائي والعملي بين عصابته والشعب الإريتري. وكدأب كل الأنظمة القمعية، سعت العصابة الحاكمة لتقوية هذه القوات الأجنبية لكي ترتبط مصيريا بهدف تغليب كافة الحكومة الإريترية في صراعها ضد الشعب الإريتري. وللتدليل على هذه القراءة يمكننا الوقوف على الأخبار المتواترة هذه الأيام، والتي تشير بأن القوات التي تسمى دمحيت تنتشر بمعظم الأراضي الإريترية وبمطلق الصلاحيات. فبأوامر من مكتب الرئيس الإريتري تموضعت قوات دمحيت الأسبوع الماضي على ضواحي أسمرة. جاء هذا التموضع الجديد على خلفية أن البلاد تمر بأزمة مستحكمة في المجالات كافة، وأن سكان العاصمة أسمرة يتجاهلون بوضوح النداءات التدريب العسكري التي أعلنها النظام، بإعطائهم هذه النداءات الأذان الصماء فيما يشبه بدء تمرد سلمي ضد قرارات الاستبداد. الحكومة الإريترية تتهيأ لاحتواء وإخماد هذا الرفض الشعبي المتنامي حيال القرارات الحديثة للتجيش العسكري الشعبي داخل أسمرة من خلال قوات المعارضة، ولينتزع كل مواطن إريتري ما فوق 50 سنة من داخل أسرهم ويزج بهم في معسكرات تدريب، تاركين أسرهم وهي تعاني الأمرين جراء شظف المعيشة وغياب الراعي، في مظهر سافر ينم عن مدى الانحطاط اللامسؤول الذي وصلت إليه إدارة البلاد. فالآباء المتواجدون بالمدن يساقون إلى معسكرات التدريب العسكري الإجباري في مرحلة ابتداء العام الدراسي لأبنائهم، والآباء المتواجدون بالأرياف تأتيهم هذه القرارات اللامسؤولة في موسم حصادهم الزراعي. مجمل هذه الإجراءات التعسفية تدل على مدى تطاول نظرة الاستخفاف بالشعب في ذهنية النظام الحاكم. على أي حال، إن سياسة العصا القليظة التي تتعامل بها الحكومة الإريترية مع الشعب الإريتري عبر تحالفها مع قوى أجنبية ستنقلب عليها عاجلا وليس آجلا بالوبال. فالمتابع لجملة من تجليات الرفض المتتالية للشعب الإريتري خاصة بداخل الوطن للخلاص من الحكم الفردي يلحظ بأن الكيل قد طفح بالمواطن الإريتري. لهذا بدأ يتلمس الطرق المفضية للحلول الجذرية رغم القبضة الأمنية الدموية، فقد طالت المعاناة كل مناحي حياته في أبنائه وكهوله ومعيشته وحاضره ومستقبله، وحتى سيادته الوطنية التي انتهكت جراء سياسات غير مسؤولة. ومن جهة أخرى اعتاد الشعب الإريتري على المسرحية الهزلية المتكررة لنظام العصابة الحاكمة بأسمرة. في البدء وعبر كل وسائل دعايته ظل بتكرار ممجوج يبشر الشعب بالآمال العراض في التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وعندما تنتهي السنوات والحصاد سراب وخراب تفتعل مسائل المؤامرة الخارجية لاختطاف ذهن المواطن إلى عنوان آخر. لعلم الطاقية وزبانيته أن المواطن الإريتري لا يفرط ولا يساوم على سلامة الوطن، لهذا تقرع الطبول ويستحضر كل الموروث البطولي للشعب الإريتري لدغدغة عواطف المواطن بمخاوف الاعتداء والتآمر الخارجي، وكل ذلك بهدف الالتفاف على الاستحقاق الشعبي بغض النظر عن الكلفة التي سيدفعها الشعب في مقامرات هي بالأساس لتغطية الفشل التنموي وتمزق المجتمع وانكسار كبريائه. هذا وذاك نجده يحكم حبل الخلاص على عنق عصابة الخيانة الوطنية، فكل دور إذا ما تم ينقلب.
بدي أفوت عارفين للي لينا للينا مدردي بدي أفوت عارفين للي لينا مدردي بدي أفوت عارفين كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تدلاكنا لتعمر جرادينا نتعفى عدنا تدلاكنا لتعمر جرادينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تدلاكنا لتعمر جرادينا نتعفى عدنا تدلاكنا لتعمر جرادينا صوت المنتدى. الحوار ثم الحوار مسلكنا لتحقيق الغايات. تتوارد الأنباء من داخل الوطن بشكل متسارع وتتحدث عن حراك شعبي بدأ يأخذ حيزا تنظيميا دقيقا لموعد صار قريبا وقد لا يهملنا وقتا كافيا لترتيب أوضاعنا نحن كقوة وطنية معارضة، لأننا لازلنا نوجد في مساحة تاريخية وسطى مزعجة ومبهمة ومثيرة تراوح مكانها بين مرحلة صارت في إرشيف التاريخ وأعني بها مرحلة الثورة العارمة، وبين مرحلة الدولة التي لم يكتمل مشروعها نتيجة لتسلط مجموعة صغيرة على الأرض والعباد، والتي تحتكر العنف لتحقيق أمن القائد الأوحد وتقضي على مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، ذلك الحلم الجميل الذي راودنا لسنوات طويلة. تلك الدولة المدنية التي من المفترض أن يشارك كل مواطن في تسيير الفضاء العمومي لحريته فيها من خلال التزامه الحثيث بقضايا المجتمع. لقد أراد النظام تحويل الشعب الإريتري صاحب النضال التحرري العريق إذن إلى كتلة سكانية قابلة للاستهلاك اليومي الفارق أو المفرغ من واقع التاريخ بلا رحمة تحت مسميات شتى، ومنها الثورة تحديدا، وإن كانت الأسماء الأخرى ليست أقل شأنا من قبيل السيادة الوطنية والوحدة والويانة، والسلسلة طويلة، وذلك خدمة للقائد الأوحد والحزب الأوحد وشعاره الأجوف شعب واحد وقلب واحد. إن مواطن الدولة الوليدة قد انقلب في الأثناء الزعامية الأسياسيوية إلى ذرة تابعة للزعيم تسجلها السلطات الأمنية في إرشيفها المركزي وتحولها إلى رقم وبصمة ووجه، هي لعنة على حاملها إلى يوم قيامته، تطارده في كل مرة يحاول فيها أن يصبح مواطنا، أي شريكا في ذلك الوطن الذي تم الإعلان عنه كأغليم مغلق وسجن رهيب ومخيف باسم السيادة، التي تحولت عندنا من مفخرة قانونية للشعوب الحديثة إلى كارثة أمنية على شعبنا الذي لا يستطيع أن يمانع أن يقاوم لا من الداخل فيقع تحت طائلة الخيانة العظمى، ولا أن يقاوم من الخارج لأنه سيحمل وزر الاستقواء بالأجنبي وبالتحديد العمالة للويانة وأمريكا والغرب، والسلسلة أيضا طويلة. هذه هي لعنة الأسماء التي استعملها السلطان السياسي استعمالا نسقيا ضد شعبنا، ربما نحن لا نتذكر منها عادة إلا دلالاتها الوطنية، وكان علينا أن نسأل لماذا، رغم أن السؤال بلماذا كان محور حديث الشارع منذ فترة ليست بالقصيرة. وبعد حركة 21 يناير المجيدة أضاف إليها اسما آخر
وهو الدلالة الطائفية. والحال أن الدلالة الكارثية للهوية لا هي وطنية ولا يحزنون، بل هي أمنية. لقد تم الزج بالأفراد في أكياس صلبة تشرف عليها أجهزة قمع شديدة التنظيم والمركزية، وقادرة على المراقبة والتجسس والأرشفة طويلة الأمد بكل الوسائل المادية والورقية والرقمية والبصرية والسمعية إلى آخره. كرتلف من أنبل من توقف لا تبطر، كرتلف من أنبل من توقف لا تبطر، لو قيو تايتو يهون نتساقم ونباسر، نقوش نقيس نتعلم وعبيل ننتق والعمر، نقوش نقيس نتعلم وعبيل ننتق والعمر، اقل فرح فتاينا وأبا يقل تحسر. في ظل هذا الجو الزعامي المفرط في هيمنته الرمزية، كدنا نصدق بتحول شعبنا إلى شتات أخلاقي وذرات شخصية غير مؤهلة لأي توقيع كبير، إلى أن حملت إلينا الأنباء هذه الأيام بهذا الحراك الشعبي الذي بدأ يتشكل بوعي ويتبوتق في خندق الرفض والاعتراض والمقاومة. وكما يقال فإن الغيث الهادر يبدأ بقطرة، أو كما ينشد أبناء المليون شهيد في وثبتهم لنصرة فريقهم الوطني في مدرجات الملأة، هذه البداية ما زال، فإن الواقع أصبح أكثر تهيئا لإحداث التغيير المطلوب. إذن ربما يعتقد المرء للوهلة الأولى أننا في المعارضة الخارجية نسلك إذا حريتنا السلوك نفسه الذي نسلكه مع بعضنا، ذلك بالنظر لواقع الفعل السياسي المزري والمتمعن في ذلك الشحن الغارق في رؤى هلامية لدى أدواته التي تستهلك من الطاقة والوقت في جدل يشبه في عقمه ذلك الجدل البيزنطي حول من جاء أولا، الدجاجة أم البيضة. وقد يكون فيما يذهب إليه هذا أو ذاك صحيحا، ولكن رغم ذلك لدينا نحن الإريتريون إيمان راسخ بأن الحرية لا تكون بلا ثمن أبدا، ويختلف الثمن باختلاف الزمن والظروف، وفي كل مرة لكي نستحقها علينا أن نكون مستعدين لدفع الثمن عوضا عن تأجيله. يحضرني هنا قول الشاعر أحمد شوقي: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. وفي هذا الإطار هناك العديد من الأسئلة الملحة التي يجب أن نجد لها من الإجابات الشافية، من قبيل أين نحن من معاناة شعبنا؟ وما هي الإسهامات التي يمكن أن نقدمها من أجل تغيير هذا الواقع المرير؟ وما وزر كل من تخلف منا أو حاول تخليفنا؟ وهل نحن قوم نستحق الحرية حقا؟ تتنازعنا في الإجابة على هذه الأسئلة خواطر مختلفة أو متناقضة حتى، فإننا نعتقد أن الإنسان كائنا من كان وفي أي مكان وجد يستحق أن يولد ويعيش حرا، رغم أن البشرية طوال تاريخها الحديث والقديم لم يكن فيها الإنسان حرا، حيث عاش تحت نير العبودية التي تطورت بأشكالها المختلفة بتطور أدوات الإنتاج وتنوع وسائله، إلى أن بلغنا هذه المرحلة التي أصبح فيها العالم قرية صغيرة. لكننا أيضا لا ننسى أن إرث الحرية يبقى للأجيال اللاحقة إن استحقته وحافظت عليه، كما هو في المجتمعات الغربية التي استطاعت عبر مراحل من الحوارات المستمرة في فترات زمنية متعاقبة من تثبيت مبادئ أساسية ذات قيم إنسانية عالية. مرة أخرى هي أسئلة قد تحتاج لمساحة أكبر مما تسمح به هذه السانحة، غير أنه يمكننا تحديد بعض المعالم التي قد تعيننا في تلمس السبل الصحيحة لإجراء حوار سليم وبناء يحلق بشعبنا في عوالم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
مدردي بدي أفض عفينا. بداية، إن وجود أكثر من وجهة نظر أو رأي حول القضايا الوطنية لا يمكن تفسيره على أنه حالة سلبية، بل العكس من ذلك، فإنها حالة إيجابية مفيدة لا بد منها في أي نقاش يجري بين القوى السياسية، لما في ذلك من فوائد كثيرة وكبيرة. فعقل الناس من جمع إلى عقله عقول الناس، فيستفيد المرء من تلك الآراء والمناقشات التي تدعم رأيه وتنصره وتكون دافعا له للاعتداد برأيه وعدم الحياد عنه، أو قد تكون متضاربة ومختلفة مع رأيه ومخالفة لوجهة نظره. وفي هذه الحالة يستفيد أيضا من تلك الآراء في تصحيح بعض آرائه وأفكاره الخاطئة إذا كانت آراء الآخرين وأفكارهم أشمل وأعمق وأدق من آرائه ووجهة نظره، وذلك بعد اقتناعه واعتقاده شخصيا بها. ففي نهاية المطاف لابد أن يصل كل من طرفي النقاش إلى محصلة نهائية يتفقون بها ومحطة نهائية يقفون عندها. ولكن ليس هذا شرط أو قاعدة في كل نقاش، فقد يكون هناك أكثر من رأي، وكل رأي من هذه الآراء صحيح ومنطقي، مع إنها قد تكون متضادة ومتضاربة في الوقت نفسه. وتفسير ذلك هو أن هذا الرأي المعين قد ينفع لظرف وموقف معين، ولا ينفع ويصح لموقف وظرف آخر. وهكذا فإن النظر إلى المسألة الواحدة قد يكون من زوايا وجوانب متعددة وكلها صحيحة ومنطقية، سواء كانت متفقة مع بعضها أو متضادة أو متضاربة، والذي يحكم صحتها وصوابها هو الظرف والزمان أو المكان وغير ذلك من العوامل المختلفة. إن مسألة أن يكون لكل منا وجهة نظره أو رأيه في حقيقة الأمر مسألة مهمة ودقيقة جدا، ولا بد منها في كل نقاش وحوار. أما أن يكون الإنسان على الحياد دون رأي يذكر فإنها حالة سلبية تماما، وتدل على ضعف شخصية الفرد، بحيث أنه لا يستطيع أن يكون لنفسه رأيا خاصا به يعبر به عما يختلج في أعماق نفسه وما يختزن في عقله من أفكار وآراء وخبرة. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعب بعدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا، نتعب بعدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا. كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو شباب عدنا، كرت اللفلو جلاب حانا، نتعب بعدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا، نتعب بعدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا. لابد في كل حوار أو نقاش يحصل أن يستند إلى قواعد وأسس ثابتة قوية، إذا ما توفرت فيه صار الحوار قويا بناء مثمرا ومفيدا تبعا لذلك. ومن هذه القواعد الأسس التي احتواها الفكر الإنساني ورأينا بفائدتها ما يأتي. أولا، لابد من مراعاة الديمقراطية وحرية الرأي في النقاش وعدم الاستبداد بالرأي أو فرضه على الآخرين، وهذه مسألة غاية في الأهمية في كل نقاش. ثانيا، عندما يشتد ويحتد الصراع الفكري بين الأفراد وتلتهب حلقة النقاش بالآراء المختلفة المتضاربة وتبلغ أوجها، فلا بد من مراعاة استمرار وبقاء الود واللطف والتواصل بين أفراد النقاش. ذلك الاختلاف في الآراء ينبغي أن لا يؤثر على استمرار العلاقات الطيبة والمودة بين الأفراد، فالاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية كما هو معروف. فهذا النوع من الاختلاف يلزم أن لا يكون مدعاة للعداوة والكره والحقد بين أفراد، بل هو مدعاة لتنمية أفكار والآراء
وتكامل العقول وتواصلها. ثالثا، يلزم مراعاة عدم الاستخفاف بآراء الآخرين وأفكارهم أو الاستهزاء بهم مهما كانت أفكارهم خاطئة أو ساذجة. رابعا، عندما يكون لنا رأي معين ونكون مقتنعين به، علينا الإفصاح عن ذلك بكل ثقة واعتزاز وبدون تردد أو خوف أو وجل من ردة أفعال الآخرين حوله. خامسا، لابد أن تكون الأفكار والآراء المطروحة في الحوار مبنية على أسس سليمة ومستندة إلى أدلة وحجج قويمة ودراية حول الموضوع المطروح. سادسا، الالتزام بالموضوعية في النقاش بعيدا عن التطرف والعنصرية والانحيازية. كرت لبيناها أباي من عدق النفر، كرت لبيناها أباي من عدق النفر، وكرت لبيناها عدنا قلنا حرر، ويومي بالكرت اللف شابنا سنق المنبر، ويومي بالكرت اللف شابنا سنق المنبر، وحانا بادق النزاع ولا جعد تقل أغمل، أباي نو سكينا قوما توري سمع، أباي نو سكينا قوما توري سمع، كم محيا يتهدن شلع حلا وقمع، وحدة جديدة حد نقمل ياهو أباي نفرح، وحدة جديدة حد نقمل ياهو أباي نفرح، قلنا دحين قبيلنا ياهو قوماتنا نرتاح. وكل هذه الأسس تكون بدون فعالية إذا ما افتقدت إلى رؤية وطنية واضحة تكون نبراسا يهتدى به في حواراتنا. وقطعا ينبغي أن تحتوي هذه الرؤية على الثوابت الوطنية ومراعاة الخصوصية التاريخية والنضالية لشعبنا وتجربتنا الثرية، وبالتالي الاستفادة من تجاربنا السابقة للارتقاء بالفعل السياسي الإريتري إلى فضاءات رحبة. وفي اعتقادنا أن ثوابتنا الوطنية تتمثل في الآتي: الحفاظ على وحدة الشعب الإريتري ووحدة أراضيه، الحفاظ على السيادة الوطنية للدولة الإريترية، الاعتداد برموزنا الوطنية. فإذا ما فعلنا الحوار بيننا، إذن سنقي شعبنا عواقب وخيمة قد لا تظهر لبعض السذج في هذه المرحلة نتيجة لغصور الرؤى. وقطعا لا يعني ذلك أن نحاور النظام لأنه لا يعترف بنا ولا بوجودنا كما ذكرنا ذلك في برامجنا السابقة. فضلا عن ذلك، ينبغي علينا ترتيب القضايا تراتبا رأسيا وفق أولوياتها الظرفية مكانية كانت أو زمانية، وهكذا نستطيع تجنيب شعبنا ووطننا ما يرتسم في مخيلة القائد الأوحد ومن تحلق به من الطفيليات وما يضمرونه من سوء تجاه الوطن والشعب والذي لم يعد خفيا. ونحن في إذاعة صوت المنتدى باعتبارنا إعلاما حرا ونزيها يسعى لتمليك كل الحقائق لشعبنا ويحاول الإسهام في إرساء دعائم صحيحة لحرية الرأي ومحاربة الإقصاء والتهميش بكل أشكالهما، سنعمل بجد وهمة من أجل بلوغ مرحلة الدولة الدستورية بكل ما تعنيه من مضامين ورقى. ولك المجد يا شعبي يا قاهر الظلام. أباينو سكينا قوما توري سمع، أباينو سكينا قوما توري سمع، كم محيا يتهدن شلع حلا وقمع، وحدة جديدة حد نقمل ياهو أباي نفرح، وحدة جديدة حد نقمل ياهو أباي نفرح، قلنا دحين قبيلنا ياهو قوماتنا نرتاح.
جبل وإيه جبل وآه جبل بتركع بل آه جبل وإيه جبل وآه جبل بتركع بل وقامه وزنه وزالم لا إله ربي لك 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 وقامه وزنه وزالم لا إله ربي لك. هي بعنوان تحت الحياة فويق الممات، قداس خاص للملاك إسرافيل. خيزران نابت في القلب، خيزران نابت في القلب، برعمت القصيدة عشقها، فض البكارة مرت فضيلتها على فسقي، فسقت سلالتي كيفا على كيفي، فكيف ترونني أهوى جسارتها علي، أهوى جسارتها علي، أنا الذي وهب الجسارة نبضها، سلب البكارة فضها، وأحضها دوما على نبذي، وأعشق رفضها للكل جزئيا وتبويب الرجال. من حقها أن تنظم العشاق مسبحة، تروض غابة حتى يعود هزبرها قطا أليف، هل ذا يخيف؟ ماذا؟ أتنوون انتزاع القلب من نسق الوجيف؟ حقا سلالتنا ضلالتنا، ومنبعنا مصب للنزيف. هزر السؤال هزر السؤال جوابه جد الحبيبة أن تضيف. حسنا وكيف؟ سلطا وجميزنيل حنانيك نيم، سلطا وجميزنيل حنانيك نيم، من ذا سيرحل من ذا يقيم. سأكتب أغنيتي ثم أذهب نحو الجحيم، ثم من سوف يكتب عن يومنا غده. أصنع التواريخ ينجب كتابها، نحن من حقنا أن نشير إلى الجنة القادمة، إلى كل جيم تدق على بابنا، أن نرد مشيئة أربابنا كي نرى ما بنا. هذه الجبال لكام تحتاج سارية، هذه الجبال لكم تحتاج سارية، الذي يأتي من السهل الفضيحة في مسوح العشق لا في غطرسات الفاتحين. سلام. هذه الجبال لكم تحتاج سارية، الذي يأتي من السهل الفضيحة في مسوح العشق لا
في غطرسات الفاتحين كأنها قدت على قلبي، وقلب تميمتي يزدان بالدم، والحروف المطمئنة لانتشار الدمع في لهب الغناء سلامها حرب علي، علوها نفق حدار نحو هاوية السقوط أسك ساريتي يحاصره الجنود أو تراوده النقود، فهل يعود أمنه جلمود فكرة صاعدي صفح الحكاية من درار الصامتين. أهو اليقين أهو اليقين أهو انتقال النبض في قلبي إلى الجهة اليمين، أهو اليقين أهو انتقال النبض في قلبي إلى الجهة اليمين، خرت عروش مادت الأرض انفلقن بحارها، فمتى يطل براسه ذاك الجنين. داود زمر والجوار رقصن، لكن الحواة يرون في الطين العجين. زفوا عرائسكم إلى النيل، انحنوا للشمس ولتشخص عيون صغاركم نحو الرنين. هذا زمان هان فيه الذل، فارتفعت رؤوس خادعين. خضر خضر يخادعكم فتختدعون يا شبه الرجال، ما بين صفعتهم ولفتة خدكم وجع المآل. ردوا البضاعة للمسيح، الآن يقترب الزوال. لهذا المغني بالنشيج وردد الكورال مرثية فقال: يا أيها النجم الذي ما عاد يهدي للشمال، ضيعته طفلا ضيعته طفلا. يا أيها النجم الذي ما عاد يهدي للشمال، ضيعته طفلا وحمله حواريوك هندسة المحال. أضرب جذورك في عتيق الخمر، لا وطنا ترجي، لا حبيبة تشتهيك ولا عيال. ها أنت تعتزل النزال، أوغلت في طرف التماسك، صد عنك الغير زد بعدا. تعال أنا الريح، أنا الريح تأخذني الاتجاهات إلى غيرها كي أرد احتمال المنافي إلى الأمكنة. أنا الريح تأسرني ثنية الكم في ثوبها، فأغازل أطرافه بالهفيف وبالدوزنة. أنا الريح لا أعرف الالتجاء إلى ركن بيت، تراني هناك تماما كما قد تراني هنا. إذا كنت تستغربين العلاقة بيني وبين الهواء، فلوذي بجهلك كي تعرفي من أنا، فإني أشد الهواء من الخصر حينا، وحينا أبعثره كي أرى ما الذي أحزن. لأني إذا ما استشاط بي الشوق أدفن رأسي برمل السماء، أمد المرافي إلى المتعبين بحجم الغناء، ولا أعرف الوقت إلا وهيجك، فلتذهبي للجحيم. لعل اللقاء يكون بعيد اللقاء، أسيجك الآن بالانتماء. تعالي فلا غير لي غير غيرك، إني أغار من الأم والرب والأصدقاء. لهم للذين يذودون عن كوننا خارجين عن الضجة القائمة، لجيش السكارى إذا ما أقام الإمام الحدود عليهم وزاد عن الفرقة الآثمة.
وللواقفين على حافة النطع بين القيامة والانتصار لحالة عشقهم الدائمة، لكل الذين يموتون قبل الميعاد، وكل يؤرقهم عشق هذه البلاد، وكل العباد إلى آخر القائمة. سيقذف سيزيف صخرته ويغادر إبليس لعنته، ويطير حمام إذا قامت القائمة. سيهاجر أبناء يعقوب بالأمس كانوا يصفون أسماءهم في السجل عدا واحدة. قال: إن الحياة هنا لا تطاق، ولكنني لن أساق إلى النطع مثل العروسة حين الدخول على فرجها. هل ترى أهجر الأرض كي أحتمي بالسماء الهيول هناك؟ وهل من هناك هو الخوف من رعشة الاحتكاك وإدمان أن نستجير من الماء بالعطر من ليفنا بمزيل العرق. ويعبس عباس ثم يولي شطر الذي لست أدري لماذا، مجرد قول يقود إلى القارعة. لماذا تساءلت يا واردا كدرا والجواب لديك، وصفو الجواب لدى القامة الفارعة. أحب الخلائق للناس عباس رغم العبوس، لأن ليربي أبناءه بالحديد سيأتون بالحيلة البارعة. وعباس يفتح للناس أبوابه مثل شرط المرور، كما يشتهي يفتح الشارع. وعباس يا أيها الناس، عباس يا أيها الناس، عباس صرتم قطيعا لهذا الرعى. شكرا. صوت المنتدى. في عناوين الأخبار لهذا المساء: سفير إريتريا لدى الأمم المتحدة جيرما أسمروم يتهم الولايات المتحدة بانتهاج سياسة مبنية على الغيرة من أسمرا. والحكومة غير الشرعية في إريتريا تزج بمئات الشباب في معسكر كاليما. تعطل إجراءات المواطنين في الإقليم الأوسط، وسفارة حكومة إريتريا تعقد اجتماعا في الخرطوم. وأخيرا رحيل المناضل ديني إسماعيل علي. الأخبار بالتفصيل. في أول رد فعل حكومي على قرار تجديد العقوبات المفروضة على الحكومة الإريترية من الأمم المتحدة منذ ديسمبر من عام 2009 ولعام آخر في مطلع الأسبوع الماضي، قال سفير النظام الدائم في الأمم المتحدة جيرما أسمروم إن أمريكا وما أسماها بالدول التابعة لها تحاول استهداف سيادتنا الوطنية، لأنها لم تقبل على الإطلاق نجاح سياسة الاعتماد على الذات التي نتبعها. وحسب وصفه لسياسة التجويع والتجهيل والتدمير المنتهجة في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، والتي أفضت في المطاف الأخير إلى تردي الأوضاع في جميع مناحي الحياة. وأدلى جيرما أسمروم بهذه التصريحات في مقابلة أجرتها معه إذاعة صوت أمريكا قسم الأمهرية بيوم الأربعاء الموافق 29 من شهر أكتوبر الماضي. وأضاف سفير النظام بالأمم المتحدة إن سياسة العداء التي تنتهجها أمريكا ضد حكومتي منبعها الغيرة العمياء من نجاح برامجنا التنموية التي تعتمد على مواردنا وجهودنا الذاتية، واستمرار لهذا العداء الذي يستهدف إعاقة برامجنا التنموية عملت على تمرير قرار تجديد العقوبات المفروضة علينا. واستطرد: ولكننا نحن المنتصرون وليس أمريكا. ومن المعروف أن
قد درج بأن رأس النظام والمتحدثين باسمه يحملون دائما أمريكا والدول الغربية وزر فشل سياساتهم الاقتصادية والتنموية التي يتبعونها. ومن سخرية الأقدار أن يتحدث مبعوث النظام جيرما أسمروم عن التنمية والسياسات الاقتصادية الناجحة التي تدفع الولايات المتحدة إلى الغيرة منها في الوقت الذي يعرف فيه القاسي والداني بحقيقة الأوضاع داخل البلاد. قامت قوات خاصة في منتصف الشهر الماضي بحملة للتجنيد القسري لأكثر من 500 شاب في منطقة أعالي إقليم القاشبركة وأجزاء من إقليم عنسبة. وعلمت مصادرنا في المنتدى أن هؤلاء الشباب الذين تم انتزاعهم من مزارعهم ودون علم أسرهم قد تم الزج بهم في معسكر للتدريب العسكري بجنوب البحر الأحمر يعرف باسم معسكر المناخ، وهو معسكر أقيم تحت ذريعة التأقلم المناخي، ولكنه بالأساس يهدف إلى الحد من ظاهرة هروب المجندين، ويقع هذا المعسكر في منطقة جرداء وساخنة. وأضافت مصادر المنتدى أن إدارة معسكر كلمة أصدرت أوامر مشددة تمنع الاختلاط بين المتواجدين القدامى والقادمين الجدد. وتشير المعلومات الأولية إلى حدوث محاولات هرب عدة من المعسكر السيء الصيت، والجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعرف بظروفه المناخية القاسية والحارقة وضربات الشمس، والتي قد تسببت في وفاة العديد من المتدربين في تجربته الأولى منذ عدة سنوات. من المعلوم أن العديد من المعاملات اليومية للمواطنين بوزارات الحكومة الإريترية تتم من خلال موظفات الخدمة الوطنية، وقد أصدرت الحكومة في الآونة الأخيرة نداء تستدعي فيه الموظفات العاملات بالخدمة الوطنية بالإقليم الأوسط دعتهم إلى ترك مهامهم الوظيفية بالوزارات والتوجه إلى معسكرات التدريب، مما أدى بعدد كبير من هؤلاء الموظفات إلى الاختباء بين أقاربهن والأصدقاء رفضا لهذه الأوامر، وقد خلق هذا فراغا في ظل غياب البدائل، مما أثر على معاملات المواطن حيث أصبح يعاني من تعطيل كبير في إجراءات المعاملات بالوزارات. عقدت سفارة حكومة أسمرة بالخرطوم اجتماعا في 31 من أكتوبر الماضي في تمام الساعة 6 مساء بمقر السفارة. حضر الاجتماع عدد محدود من أفراد الجالية الإريترية بالخرطوم، وهدف الاجتماع إلى إنكار حقائق الأوضاع السائدة في إريتريا. وحاول ممثلي الحكومة شرح عملية التجنيد بادعاء أن الحكومة لا تقوم بحملات تجنيد إجبارية، ولم يتم استدعاء الجهات التي تم تسريحها من قوات الدفاع، ولم تتم حملات تجنيد على الإطلاق. وذكرت بأن كل ما تسمعونه هو مجرد شائعات تطلقها الجهات المعادية للحكومة الإريترية. وفي رد فعل للمشاركين أعربوا من خلال تعليقاتهم عن استغرابهم من نهج السفارة في إنكارها المفضوح لقرارات تتجلى تداعياتها بوضوح عند الجالية الإريترية في السودان. وأضافوا أنه كان من السهل على السفارة الانخراط في محاولات لإيجاد تبرير بدل الإنكار المفضوح الذي وضعها في خانة حرجة أمام الحضور. توفي في صنعاء في يوم الأحد الماضي وبعد معاناة من المرض لفترة طويلة المناضل ديني إسماعيل علي، وهو مناضل من جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. ولد الفقيد في مدينة عصب في عام 48، وبعد إكمال دراسته عين مسؤولا في الخلايا السرية في بلدية عصب، ثم محافظا لمدينة بيلول، وكان عضوا لجبهة التحرير الإريترية منذ ستينات القرن الماضي ومسؤولا عن تسيير بعض تلك الخلايا. ثم التحق بالميدان في عام 75 وتولى مهام نضالية مختلفة، خاصة في مكتب العلاقات الخارجية لجبهة التحرير الإريترية، حيث عمل في مكتبي التنظيم في كل من سوريا واليمن، ثم ممثلا للتنظيم في الجمهورية اليمنية. وكان المناضل ديني عضوا في المجلس الثوري في دورات مختلفة منذ عام 98. عرف المناضل ديني بإيمانه بوحدة إريتريا أرضا وشعبا وصلابته في الدفاع عن تلك المبادئ في وقت كانت فيه الساحة السياسية تشهد تراجعا عن تلك المبادئ السامية. يعرف كل من تعامل مع الفقيد الراحل دمثة أخلاقه ونبل سلوكه. المناضل الشهيد ديني إسماعيل متزوج وأب ل5 أبناء. أسرة المنتدى تنقل تعازيها للشعب الإريتري وأهل الفقيد وله الرحمة والمغفرة. صوت المنتدى.
بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ساعتنا لهذا المساء، حتى يتجدد اللقاء بكم يوم السبت المقبل بمشيئة الله. لكم مني أجمل التحايا، وفي أمان الله.